هذا المستوى من الضحاله الموجود بالسياسي. يعني بنتي مجرد راح تصلح موبايلها تركتها عنده ساعه انسحب، لان كان يجوز بي صورتي او شيء، سحب الصور ونزلها مع الاسف. طيب. صارت فت قصه كبيره من شيء تافه. يعني ممكن انت برايك انه انت مجرد راح تصلح موبايلها تركتها عنده ساعه انسحب، لان كان يجوز بي صورتي او شيء، سحب الصور ونزلها مع الاسف. طيب. صارت فت قصه كبيره من شيء تافه. يعني والدتش لانه انتم ناس معروفين؟ وجدنا خلينا نقول بوجود ماما، بس احنا ثبتنا كفاءتنا بالشغل، هذا احنا مقتنعين. تمام. طيب تقصد على المشكله اللي تعرضتي لها، يعني هل صار لك ضغط نفسي او شيء؟ اخذت اجازه شهر. طيب ضليت وراها واجه العالم من جده وجديد. طيب من بعدها انه حسيتي انه فعلا انه انت انظلمتي ام هذا شيء موجود وحقيقي؟ طبعا انظلم. طيب لكن انت اليوم موجوده بالمجتمع وتطلعين وتشتغلين تثبت كفاءتها وتريد تصير قاضيه. يعني ان شاء الله تقدم دوره قضاء ان شاء الله يا رب، الله يسهلها. طيب اذا صرتي قاضيه ممكن اني اول الناس اللي اجي عليك واقول لك يا نور الله يخليكم احمونا وخلوا اكو حمايه على السوشيال ميديا على الانترنت، لانه ماكو اي حمايه بالعراق على الانترنت. هذا بحد ذاته اصلا هو جريمه ترتكب حق المجتمع. نعم. ليش ست عاليه ما التفتوا لهذا الموضوع؟ وايد ردت ان يكون في التشريع قانون من خلال عملي باللجنه القانونيه ان تكون عمليه منظمه. فضيحه فلان يعني. وهي حتى مو فضيحه، كذبه. يعني انت تصوري اي بنيه ممكن تروح لابو موبايلات وتصلح موبايلها، بس الخطا وين من ابو موبايلات اللي ما كان امين. سويتوا لابو الموبايلات؟ والله بالعكس هو حقنا لان قلت لك ابني ضربه واذاه، فاحنا صارت الايه علينا، غير الاعلام اللي شهر واللي قصه ممكن. حسبي الله بهذه المواضيع تحديدا، بعيدا عن كل شيء، بعيدا عن شغلك ايضا. طيب